عرقهم، بحيث يكون الناس في العرق يوم القيامة بحسب أعمالهم، يتصبب العرق بحسب العمل وبحسب ما جنى العبد في هذه الحياة الدنيا من سيئات وحسنات. وبينما الجموع في العرصات واقفة تنتظر في موعد الحساب يوم مقداره 50,000 سنة، سلسائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ترى كل أمة جاثية. إيش معناتها جاثية؟ يعني على الركبان، كل واحد على الركبة بتاعه جاثي. ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يا رب سلم. اللهم نسألك النجاة يوم الندامة والخسران. بعدها يأذن الله سبحانه وتعالى بالحساب والفصل بين العباد، وتبتدئ المحكمة الإلهية. أعيد، راهي المحكمة الإلهية محكمة العدل، محكمة رب العالمين، محكمة رب العالمين التي لا يمكن أن يتخلف عنها ولو مخلوق واحد في ذلك اليوم. وأول الحساب ما يسمى بالعرض على الله، بقول الله تعالى، جاء ذلك في قول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويكون هذا العرض على الله حسب مشافهة لبعض عباده ممن استلم كتابه بيمينه. لأن رب يقول: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وبعد يقول لنا مباشرة الله سبحانه وتعالى تنبيه، علامة من علامة السعادة، نسأل الله أن نكون منهم. هذا يقول ربي: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، في اللحظة هذيك تلقاه فوق رؤوس الخلائق وهو ينادي فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، أراني إني ظننت أني ملاق حسابي. وكان يحسب أنه ثم حساب، وكان يحسب أنه ثم عقاب، ولكن برحمة ربي سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم في أيام الدنيا، بما قمتم به من أعمال صالحة، وبما صبرتم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونحن نتحدث عن الحساب اليسير. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لئن سألتم الله، صلوا عليه، لئن سألتم الله فاسألوه الحساب اليسير. الحساب اليسير اللي هو ما فيهش مناقشة للحساب. يمكن تكون عندك أعمال من الصالحات، ولكن مش يكون لك هنالك نقاش مشافه. هذا ما معنى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
تعرض الأعمال على الله، وعبدا عبدا سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل شيء فما واحد مش يتخلف، مستحيل. ربي قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا، من يوم بعث سيدنا آدم إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن المولى عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة حتى تقوم الساعة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هنا تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالمشافهة. يعني سيسألك الله، لأن ربي في سورة الصفات يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. عبد عبد، فرد فرد، سيؤخذ من حسناتك كما أنت ستأخذ من حسنات فلان وفلان وفلان. يسألك الله ويقررك بذنوبك. هذا حساب يسير، يسمى بالحساب اليسير. تقول: نعم يا رب، فعلت كذا وكذا وكذا، فعلت كذا. الله جل جلاله، هذا ما يسمى في ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يدنى بالعبد يوم القيامة يدنى بالعبد يوم القيامة إلى رب العزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا الصلاة على النبي. قال: حتى يبلغه كنفه، والكنف في اللغة هو الستر والعفو. يعني سبحان الله، توصل المنزلة هذه، يقررك ربي. هذا ما يسمى بالعرض، العرض على الله مشافهة. فعلت كذا، نعم يا رب فعلت. ما تشمش تنكر، لأنه فما: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الأعضاء تاعك يتقى ربي سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء، بخلاف الكتاب: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب سيكون منشور، ما فهمناش